السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلكم تابعتوا معايا وشفتوا اللي احنا زرعنا بذور زعتر وبذور ريحان وكرفس. في اخر فيديو عشناه مع بعض وشفناه مع بعض وعملناه مع بعض. طبعا كلكم مستنيين النتيجة وانا النهارده جاي علشان اوريكم النتيجة. اي نعم النتيجة جايه متأخرة بس اعذروني، انا بحاول اعرض لكم شغلي انا اللي انا خاص بيا اللي دايما معايا وبنشره دايما على كل السوشيال ميديا بتاعتي، وهو شغلي الخاص بالادوات المنزلية. لو انتم متابعين الشورتس هتلاقوني بنزل عروض ومنتجات مميزه جدا مفيش بيت بيستغنى عنها ابدا. وطبعا انا مهتم بكل تعليقاتكم وكل اللايكات بتاعتكم وكل الاشتراكات بتاعتكم، فشجعونا كده نعلي القناه بتاعتنا لان عمرها ما هتعلى ولا هتكبر غير بيكم انتم. بحبكم في الله وتعالوا بينا يلا نشوف النتيجه. ما تنسوش تعملوا لايك وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل اشتراك. تعالوا بينا. هو في سؤال نسيت ارد عليه، ان هو بذور الزعتر او الريحان او الطماطم الشيري او الكرفس والحاجات ديت بتتزرع في انهي فصول في السنه؟ هي الحاجات ديت بتحب الشمس، وفي خضروات بتحب الضله، يعني مش بتحب الشمس القويه. الطماطم انا لما زرعتها اول مره النتيجه فشلت بصراحه وما نفعتش لان كانت عايزه شمس وانا البلكونه ما كانش فيها شمس نهائي. الخضروات اللي هي البقدونس والكزبره والجرجير والشبت والحاجات دي بتطلع في الظل عادي، مش محتاجه الشمس، وجميله قوي انكم تزرعوها لو انتم ما عندكوش شمس في المكان بتاعكم. تعالوا بقى هنشوف. هو الريحان والكرفس والزعتر هم بيقولوا ان هو موجود طول السنه او بيتزرع طول السنه، بس انا لما جربت النتيجه ما عجبتنيش قوي، فمش عارف ازاي بيقولوا بيتزرع طول السنه وازاي هو ما نفعتش. تعالوا والجماعه اللي متابعينا المزارعين يا ريت تقولوا لنا نعمل ايه عشان نطلع زعتر ناجح. تعالوا نشوف النتيجه. اول قصريه معانا دي كنا زارعينها زعتر زي ما انتم شايفين كده، هي ارض جرداء رغم ان انا بسقيها وبعمل فيها كل حاجه او برويها، بس مفيش نتيجه خالص زي ما انتم شايفين كده، ما طلعش اي حاجه نهائي. فاخواتي بقى المزارعين الشطار يا ريت بقى يقولوا الواحد هاوي زي كده يعمل ايه عشان يطلع زعتر ناجح ويكون صحي وجميل. تاني حاجه معانا بقى هي بذور الريحان، اللي بصراحه اللي فاجئتني، انا اول مره زرعت فيها بذور ريحان ما نفعش خالص، بس بصوا المره دي ما شاء الله الريحان بتاعنا طلع اهوت زي ما انتم شايفين. شجره جميله مثمره وناضجه يعني الحمد لله، ربنا يا رب يكملها على خير كده. دي بقى يعني دي زرعه كده طالعه لوحدها، يعني دي ممكن تبقى في قلب البذور بتاع دي، مش حاجه يعني مش عارف هي ايه بصراحه، بس هي طالعه لوحدها كده بدون اي زراعه مني انا. تعالوا بقى نشوف الكرفس بتاعنا ما شاء الله، يعني طلع كذا شجره اهوت زي ما انتم شايفين، والحمد لله يعني البذور حلوه وقويه، وانا بحاول ارويها برضو وبظبطها، يعني انا مش سايبها كده من ساعه ما اتزرعت ما رويتهاش، انا برويها دايما يعني علشان احنا في الشتاء وكده، يعني انا مش برويها كل يوم لان الجو حلو. انتوا شايفين اصلا الهواء عمال يعمل ايه في الزرع، فانا برويها كل اسبوع لان الجو هنا برضو حلو والبلكونه ضله ومفيش فيها شمس، يعني الشمس ما بتجيش هنا اصلا، قليل قوي ان يجي شمس، يعني الشمس موجودة على أماكن تانية هيت، بس هنا شايفين ضلة، فعشان كده أنا ما بسقيهاش خالص ولا برويها غير كل أسبوع مرة. فتعالوا بقى يلا نرويها مع بعض دلوقتي وإن شاء الله الفيديو اللي جاي نكون عرفنا الزعتر إزاي نزرعه بطريقة صحيحة أو موسمه، لأن أنا مش حاسس إن هو بيزرع طول السنة، أو طريقة زراعته الصحيحة. وممكن لو ما نفعتش بقى ممكن نزرع عندنا حاجة تانية زي الخضروات، جرجير او شبت او بقدونس او كزبره، حاجات برضو بنستخدمها في البيت وفي نفس الوقت نبقى مطمنين ان هي صحيه 100% بدون اي رش او بدون اي مبيدات او بدون اي حاجه تضر صحتنا. تعالوا بقى نروي الزرع واوريكم بنروي ازاي. طبعا دي الازازه اللي احنا بنروي بيها، نخش بقى زوم كده عشان تشوفوا التفاصيل بتاعتها. الازازه زي ما انتم شايفين كده انا ببقى مخرمها، يعني اعملها بخرام بحيث انها ايه ما تنزلش ميه قويه على الزرع، وفي نفس الوقت الزرع بيبقى ضعيف وصغير. فنعمل ايه عشان نخرمها كده؟ باي دبوس عندنا في البيت هنسخنه وهنعمل بها تقاب كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نسقي ونشوف بتنزل الميه ازاي. بصوا الميه بتنزل منها ازاي، بسيطه خالص اهو. نسقي واحده واحده كده عشان الزرع بتاعنا ما يتقطعش او يتكسر مننا او اي حاجه، ان الزرع بيبقى ضعيف وهو صغير كده. انا استكفيت بحبه الميه دول لان احنا في شتاء، وطبعا زي ما قلت لكم مفيش شمس، فالزرع هياخد وقت عقبال ما يشرب الميه ديت وهتكفيه لمده اسبوع. تعالى بقى نسقي الكرفس ونتابع معانا.
بس زي ما انت شفتوا كده انا سقيت القصريتين ما كملتش ربع ازازه. وبكده يكون خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده وشفنا النتيجه اللي كلنا كنا مستنيينها. وكمان بكرر اعتذاري عن تاخيري في تقديم المحتوى الخاص بالزراعه، بس تابعوني على الشورتس، بنزل لكم محتوى مفيد برضه والخاص بشغلي، لان انا فاتح ادوات منزليه، فاكيد في كتير من الامهات والبنات والعرايس محتاجين يشوفوا المعلومات ديت او يتابعوا المعلومات ديت. فانا من ناحيه الناس اللي بتحب الزراعه فانا متابع معاكم في الزراعه، والناس اللي نفسهم يجهزوا بناتهم وان هم يشوفوا احسن منتجات ليهم ومحدش يضحك عليهم في السوق او يدوهم منتجات مغشوشه او مضروبه او مش اصليه، فكل ده انا بوضحه في المحتوى بتاعي على الشورتس. فتابعوني وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. في نهايه الفيديو تحياتي ليكم اخوكم وابنكم اسامه ابو انس. سلام.